يبدو أن مقام الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لن يطول بإشبيلية الإسباني، في ظل المنافسة الكبيرة بين مجموعة من الأندية الأوروبية على الاستفادة من خدماته. وفي هذا السياق، كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أجرى مفاوضات مع إشبيلية بشأن ضم بونو في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن نادي الشياطين الحمر معجب كثيرا بالحارس المغربي. وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة المان يونايتد تخطط لتقديم عرض جديد لضم بونو في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تجاهل إدارة إشبيلية لاتصالاتها في فترة الانتقال الشتوية المنصرمة. وأشارت ذا صن إلى أن حدد مبلغ 45 مليون جنيه استرليني مقابل بيع بونو، وهو المبلغ الذي سيطالب المان يونايتد بخفضه خلال المفاوضات التي ينوي الدخول فيها مع النادي الأندلسي. ويرتبط بونو مع ناديه إشبيلية بعقد يمتد إلى غاية عام 2025، غير أن تألقه الكبير مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 جعله محط مجموعة من الأندية الأوروبية الكبيرة، ما يجعل مهمة إشبيلية في الاحتفاظ به صعبا.